بتبتدي أحداث المسلسل بتايا اللي بتبدأ تحكي عن شخصية مجنونة كانت سبب في إن هم يتدمروا هي وأصحابها. وبنرجع بالأحداث ليوم عيد ميلاد تايا لما محدش جالها في عيد ميلادها، ومامتها بتحاول إن هي تهون عليها وتقول لها إن مش مهم إن مفيش حد جه والمهم إن هما الاتنين سوا. وبنرجع بالأحداث لما تايا قررت إن هي تروح الجامعة أول يوم، ولكن للأسف وهي في الطريق بتدوس في حاجة مش نظيفة، فالريحة بتفضل لازقة في الكوتشي طول اليوم. وأول ما بتدخل المدرج وبتقعد جنب واحدة من زمايلها بتقول لها إن في واحدة زميلتها قاعدة تاني هنا وإن هي مستنياها، وبتقول لها إن يا ريت تبعد خالص عشان في ريحة صعبة جدا مش قادرة تستحملها. وكمان بتصورها فيديو وبتشيره على جروب الجامعة. وبيبدأ أول يوم دراسي وتايا بتكون متضايقة فيه جدا لحد ما بيجي لها حد من زمايلها وبيديها وايبس، فبتشكره تايا وبتحس قد ايه هو انسان في وسط المجتمع ده. وبعدين زميلها بيهزر معاها وبيقول لها لو انت حيوانة تختاري ايه؟ فبتقول له انت تختار ايه؟ فبيقول لها انا شايف نفسي هكون ارنب لان انا عندي ADHA، وهي بتقول له ان هي شايفه نفسها حمارة. وبعدين بتدخل الحمام علشان تنظف الكوتشي بتاعها، ولكن للاسف بتغرق الكوتشي خالص. وبعدين لما بتخرج علشان تطلب حاجه من الكافيتيريا بيجي لها كريم اللي كان زميلها في ثانوي، بيسالها كريم انت ليه ما جيتيش اول اسبوع في الدراسه؟ فبتقول له ان هي متضايقه جدا ومش قادره وما كانتش عايزه تيجي اصلا. فبيقعد يتكلم معاها كريم وبيحكي لها عن ابلكيشن للعلاج النفسي بيقدمه دكتور اسمه دكتور فرويد، والابلكيشن اسمه فري سبيس، وده بيكون للي سنهم من 17 سنه او 18 سنه لحد 25 سنه. كمان لما تدخل تقدر تغير صوتها وتستخدم افاتار، وكمان مفيش حد هيعرف شخصيتها خالص. وان كريم دخل الابلكيشن ده وتعالج وبقى كويس جدا، بس لازم حد يكون من جوه الابلكيشن هو اللي يبعت لها دعوه علشان تقدر ان هي تدخل. واول ما بتدخل المفروض بيبدا معاها بلعبه وبيسالها شويه اسئله، ولو كدبت ما بتدخلش الابلكيشن. وبعدين بيشاور لها على بنت وبيقول لها ان دي نعومي، ودي اكتر بنت مشهوره في الجامعه، وبينده عليها هي وغاليه صاحبتها علشان يقعدوا يتعرفوا مع بعض على تايا. وبنعرف ان غاليه عماله تدور على لينك الدخول لابلكيشن دكتور فرويد، فكريم بيقول لها ان لازم حد من جوه هو اللي يبعت لك. وبعدين بيقول لها انا هبعت لك انتي ونعومي. فنعومي بتقول له لا انا مش محتاجاه، ممكن تبعته لتايا صاحبتك، بيتهيألي هي محتاجاه اكتر مني. وبعدين بيسيبوهم وبيمشوا، ولكن غاليه بتاكد عليه ان هو يبعت لهم اللينك. وبتبدا بعد كده نعومي تنتقد تايا في كل حاجه، في مظهرها ولبسها وضوافرها. ولما نعومي بتروح البيت والدتها بتنده عليها وبتسالها عن باباها اللي مختفي طول اليوم وامتى كلمته اخر مره. فنعومي بتقول لها ان هي ما تعرفش عنه اي حاجه، فوالدتها بتبدا تهينها وبتقول لها ان انت قد ايه مستفزه وبارده، لدرجه ان نعومي بتبقى هتعيط بس بتمسك نفسها وبتطلع فوق وتكلم غاليه، ولكن غاليه مش بترد. فبتتصل بباباها وبتسأله انت فين؟ فبيقول لها ان هو مع واحدة اسمها سوزي. فبتضحك معاه كده وتهزر وتقول له طيب تمام ماشي اتبسط وما تتأخرش علشان خاطر شكل كده ماما ناوية تنكد علينا كلنا النهاردة. وبيبان ان نعومي عندها مشاكل نفسية كتير جدا وسببها أسرتها، وبتبص لصورتها وهي صغيرة في حضن باباها ومامتها. بعد كده بيجي لها اللينك من كريم ان هي تدخل ابلكيشن دكتور فرويد، وبتبقى مترددة جدا ان هي تدخل، ولكن لما بتفكر بتدخل الابلكيشن وبتصور نفسها لتأكيد هويتها. وأول ما بتدخل الابلكيشن بتحس إن هي لوحدها في أوضة ضلمة وقدامها مراية. وبيبدأ دكتور فرويد يتكلم وبيقول لهم إن الأوضة دي مفيش حد هيقدر يخرج منها من غير ما يجاوب على سؤال شخصي جدا. فبتبدأ نعومي وتايا يتكلموا مع دكتور فرويد ويحكوا له هم مشاكلهم إيه. وبعدين والدة تايا بتيجي علشان تتكلم معاها، ولكن بتتفاجئ إن باباها بيتصل بيها، فبتقول لها أنت إزاي لسه ما عملتلوش بلوك؟ خلاص احنا نغير رقم تليفونك. فتايا قالت لها ان هي مش عايزه تغير رقم تليفونها وان هي مش بترد وخلاص وانها مكتفيه بالحل ده. فمامتها بتفكرها وبتقول لها ان انا كنت ليكي اب وام، وان هو سابنا كتير جدا، وانه ما يستحقش ان انت تفكري ان هو ليكي اب اصلا علشان خاطر تتعلقي بيه تاني ويختفي تاني. وتاني يوم في الجامعه بيبدا دكتور فرويد يبعت لهم اسئله على مدار اليوم لحد ما بيجي بالليل يبعت لهم مسج ان هيبدا الجلسه كمان 5 دقايق. وفعلا نعومي بتخش الجلسة وبتبقى متحمسة جدا. وبيبدأ دكتور فرويد ان هو الاول يعرفهم بنفسه وبيقول لهم ان معظمكم في سن من 18 سنة ل 25 سنة مشاكله هتكون هي سببها اسرته، وان هو علشان كده قرر ان هو يساعدهم ويعالجهم علشان مشاكلهم النفسية دي ما تأثرش على اولادهم بعد كده. شرط ان محدش يقول اي معلومات شخصية عن نفسه او يقول هو قاعد فين او يقول اسمه، كل حاجة على الابليكيشن دي تبقى عبارة عن رموز وبس. وبيبدأ واحد ورا واحد
واحد يحكي مشكلته ايه هي. منهم اللي اهله بيعاملوه على ان هو كبير العيلة وان هو املهم، ومنهم اللي هرب من الحياة وسط اللعب والجيمنج، ومنهم اللي مش لاقي حد اصلا يتكلم معاه لحد ما بيجي دور تيا ان هي تحكي. وللاسف بتقول الموقف اللي حصل معاها في الجامعة في اول يوم، واللي نعومي بتعرف على طول ان ديت شخصية تيا، وبتبقى مبسوطة جدا ان هي كشفتها. في نفس الوقت بتتكلم نعومي وبتبين لهم ان هي ما عندهاش مشكلة اصلا، وبتحاول ان هي تتعايش مع الحياة بان اصلا ما فيش حاجة تستاهل ان هي تضايقها. ودكتور فرويد بيعلق عليها وبيقول لها ان غالبا الناس اللي زيك بيبقى عندهم مشاكل كبيرة جدا. وبنيجي بعد كده لنعومي لما باباها بيجي وبيسألها عن مامتها، فبتقول له ان هي زهقت واتخنقت جدا ومش قادرة ان هي تستحمل، وازاي انت طايق ان انت تعيش معاها. فبيقول لها علشانك انت يا حبيبتي، وان احنا متفقين ان احنا نتبسط بحياتنا ونتجاهلها تماما. فبيبان ان نعومي بتحب باباها جدا. وتاني يوم نعومي وتيا بيكونوا في نفس المحاضرة، وبعد انتهاء المحاضرة نعومي بتروح علشان تتكلم مع تيا وبتقول لها سوري معلش، وبتحاول ان هي تكون لطيفة معاها، ولكن تيا بتكون خلاص خدت موقف وبتبعد عنها. فنعومي بتقول لها ان هي كشفتها وعرفت شخصيتها اللي على ابلكيشن دكتور فرويد، فبتروح علشان تتكلم معاها. ونعومي ساعتها بتحاول ان هي تعمل معاها اتفاق ان هي تكون صاحبتها، وان هما الاتنين يركزوا ان هما يكشفوا شخصيات كل الناس اللي في الجامعة، وبكده هيعرفوا اسرارهم ويكون عندهم جيش كبير جدا من الناس اللي يدافع عنهم وقت ما يحصل لهم اي مشكلة. وان هي لو سمعت كلامها وقتها هما الاتنين مفيش اي حد هيقدر يتريق عليهم ولا يصورهم فيديو زي اللي اتصورته تيا ورفعوه على جروب الجامعة. فتيا بتكون رافضة جدا وبتقول لها ان ده كده ما ينفعش وده كده انتهاك لخصوصيتهم، لكن نعومي بتفضل مصممة ان هي تقنعها بالفكرة دي، وده علشان ترجع تاني ثقتها في نفسها وتلاقي ناس كتير حواليها بيحبوها، تتريق عليها وعلى شكلها وبتقول لها انت مش شايفة ستايل لبسك ولا ضوافرك حتى، اسمعي كلامي علشان احنا الاتنين هنعمل اللي مفيش حد قدر ان هو يعمله في الجامعة دي. اللي كتبت الفيديو ده ومنتجته وسمعته بصوتها هي فاطمة عادل، ده اللي هي انا. وما تنسوش تتابعوني لو عايزين تعرفوا باقي ملخصات الحلقات او اي ملخصات تانية. سلام.